السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط بس هو مهم جدا في سي بلس بلس، وهو البريك والكونتينيو. جملتين لا يقلوا أهمية عن بعض ومهمين جدا جوه اللوب، ولكن كل واحدة ليها وظيفة مختلفة عن التانية. خلونا نشوف كده واحدة واحدة بمثال عملي. اوكي، هنعمل لوب عادي جدا زي ما شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت، سواء فور لوب او وايل او دو وايل. تمام، انا هعمل فور لوب انت الاي ده الكاونتر بتاعي، يعني خلينا نقول بيساوي 1 والاي اصغر منها بتساوي 10. تمام، وهخلي يعد كل ما يزود 1، يعني هيمشي 10 مرات. تمام، هيلف 10 لفات. اوكي، طيب دي كده لوب عادية. طيب هستخدم البريك فيها ازاي بقى؟ هقوله مثلا اف الاي الكاونتر بتاعي ده بقى بيساوي 5. ماشي، بريك. بس انا عايزه اشوفه، يعني عايزه اطبع عشان اعرف هو وقف امتى بالظبط. اوكي، فهعمل سي اوت الاي، نعمل باك سلاش ان عشان ينزل سطر يكون اوضح. تمام، كنترول F5. طبعا من 1 ل4 جه عند 5، من اول 5 لحد 10 انا نهايتي في اللوب لحد 10 ما طبعهمش، ما خرجليش تاني، ما نفذش اي سطر في اللوب تاني. تمام، فانا دلوقتي ايه اللي حصل؟ ليه اول ما شاف بريك كده عمل كده؟ هو دلوقتي مشي من 1 2 3 وبيخش يتشيك على الشرط، يلاقي ايه؟ ان الاي لسه ما جابتش 5. فاول ما زادت لحد 5 شاف كلمة بريك. بريك دي اخرج بره اللوب، ما تعملش اي حاجة تاني في اللوب. خلاص انا كده ايه؟ خرجت. لو مثلا في سطر هنا كود تاني هيقوم عامله وخلاص كده وقف، بس السطر اللي عمله ده بره اللوب، انما اللوب دي بالنسبة له تكون انتهت مجرد ما الشرط اللي فيه بريك ده يتحقق. تمام، طيب كده خلصنا البريك. هنخش على تاني واحدة اللي هي الكونتينيو، وهنفهم ايه الفرق بينهم. طيب ايه هي بقى الكونتينيو؟ هي مختلفة عن البريك شوية، بمعنى ان هي بتعمل ايه؟ اول ما الكمبيوتر بيقابل كونتينيو هو مش بيخرج من اللوب كلها، لا، هو بيكمل في اللوب بس بيتخطى الاتريشن اللي فيها، يعني اللي الشرط ده متحقق فيها، اللي قابل فيها الكونتينيو، هو بيتخطى الاتريشن دي بس وبيمشي بقى على الاتريشن اللي بعدها. ايه هي الاتريشن؟ اللفة. يعني انا مثلا دلوقتي ماشية من بادئة اللوب عندي من 1 لحد 10، فهو ماشي كده 10 لفات. تمام، عشان انا بزود 1 كل مرة، فكده بقوا 10 لفات، فانا اللفة دي هي الاتريشن. تمام، فانا دلوقتي اول ما هلاقي 5 واقول له مثلا كونتينيو، اقول له كده كونتينيو سيمي كولون، تمام، هيقابلها، هيقوم متخطي 5 وهيطبع من 1 ل10 عادي، بس هيجي عند 5 مش هيطبعها، هو تخطى اللفة دي بالذات، الاتريشن دي بالذات. تمام، طالما قابل كونتينيو. خلينا نعمل كنترول F5 ونشوف كده. تمام، عدى هو من 4 راح على 6 على طول، ما طبعش 5. اوكي، طب خلينا نشوف مثال تاني ليها يوضح شوية هي ايه لازمتها. تمام، لو انا مثلا هقول for ماشي and I يساوي 1، او خلينا نبدأ من الزيرو. اوكي، الاي اصغر من 10. تمام، بعد كده الاي بلس بلس. لو انا عايزة اطبع الارقام الفردية بس، تمام، هعمل ايه؟ يعني انا ازاي همشي من الزيرو لل10 واطبع ارقام فردية بس؟ هعمل ايه؟ هقول له اف الاي اللي عندي الكاونتر بتاعي ده مودلس الاتنين بيساوي 0، سوري، بيكوال ايكوال. اوكي، يعني ايه بقى الاي مودلس 2 بيساوي 0 دي؟ المودلس دي اتكلمنا عنها قبل كده ان هي بتجيب باقي القسمة. فانا دلوقتي بقول له باقي القسم على الاتنين لو بزيرو، يبقى ده كده ايه؟ يقبل الاسم على الاتنين، يبقى هو رقم زوجي. فانا بقول له ايه بقى؟ تخطاه، هقول له continue. تمام، هقول له لو الرقم اللي عندك ده باقي اسمته على الاتنين بصفر، يعني عدد زوجي، تخطاه. فكده هيعمل ايه؟ هيطبع لي الارقام الفرديه بس. فانا هقول له سي اوت الاي
باك سلاش ان سيمي كولون، ونعمل رن. طبع لي ايه؟ الارقام الفرديه بس، الواحد، التلاتة، الخمسة، السبعة، التسعة بس. تمام. اي رقم قبل الاسم على الاتنين يعني عدد زوجي تخطوه عشان شاف كونتينيو. اوكي، كده نكون فهمنا الفرق ما بين البريك والكونتينيو. لو عايز توقف اللوب نهائي هتستخدم البريك، لو عايز تتخطى شرط معين وتكمل عادي هتستخدم كونتينيو. جربهم بنفسك في كود صغير عشان تترسخ عندك الفكرة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع باقي دروس C++. سلام.